ليفوليوشن واحد لاسبي في الحياه مثير للاهتمام، وإلا تعمقنا فيه غتلقاه كاين في كل شيء، وغتلقى بان الحاجه الوحيده اللي في الكون ستابل وما كتبدلش هي لو شونجمون. وإلا غنهضروا على الريغي ضروري غنهضروا على الروك ستيدي والسكا. والسكا اللي نقدروا نعتبروه هو الجد ديال الريغي، موسيقى جامايكيه تراديسيونيل بانت في الخمسينات، واللي هي خليط ما بين 4 لي جونغ اساسا. واحد كاين المينتو، موسيقى تقليديه جامايكيه بانت في اواخر القرن 19، جات من خليط ما بين ايقاعات افريقيا وموسيقى الفولك اوروبيه. جوج كاين الكاليبسو اللي هو موسيقى تراديسيونيل ديال ترينيداد وطوباغو، بانت في الوسط ديال القرن 19 وانتشرت في كاع لي كارايب. ثالثا ورابعا كاين الجاز والار ان بي اللي جاو من امريكان، واللي تا هما دي جونغ ميوزيكو ديال الافريكان امريكانز. هاد لي جونغ بربعه هما الاصل ديال السكا، اللي كانت موسيقى مزروبه في التيمبو ديالها وكتشطح، وفي الليريكس كانوا تيغنيو على الحياه اليوميه والمشاكل الاجتماعيه كيرفليتيو بها ديك ليبوك بوست انديبوندونس ديال جامايكا. ولكن لو تيم اللي كان دومينون في الليريكس هما اللوف سونغز، ومن احسن الجروبات اللي لعبوا السكا كاين ذا سكاتلايتس، توتس اند ذا ميتلز وذا ويلرز قبل ما يديروا لا ترانزيسيون للريغي. ما بين 1966 و 68 غيبان الروك ستيدي اللي في اللعب ديالو كيتميز بانه تقل من السكا في التيمبو ديالو، مرولكس اكثر، والبيس لاين ديالو قويه وحاضره اكثر. وبما يخص الليريكس بحالو بحال السكا، لو تيم دومينون كان دائما هو اللوف سونغز. ومن احسن الاسماء اللي لعبت الروك ستيدي كاين التون اليس، جون هولت مع ذا باراغونز وكين بوث. وكاينين دي زارتيست في الراي ديالهم كيقولوا بان الروك ستيدي هو احسن موسيقى نتجاتها جامايكا. الريغي غيبان في الاخر ديال الستينات. في 1968 توتس هيبرت والجروب ديالو ذا ميتلز غيخرجوا واحد ديسك سميتو دو ذا ريغي، وكانت هذه اول مره السميه ديال الريغي غتكتب في شي تراك، ومن تما غيتسمى اوفيسيالمون. من لي كاركتيرستيك ديالو انه تقل من الروك ستيدي في التيمبو، ولا باس ديالو انكور بلو بويسونت، ريديم وان دروب في لا باتري، وغيبانوا البابلز في الاورغان. وفي الليريكس شونجمون راديكال، ما غيبقاش لو تيم دومينون هو اللوف سونغز، ولاو ليريكس كيهضروا اكثر على المشاكل الاجتماعيه، لانجوستيس، السياسه، الحروب، لا سبيريتواليتي، التاريخ ديال بلاك بيبل والانتماء ديالهم لافريقيا، والراستافاراي ليفيتي. الريغي غيوصل للعالميه في السبعينات اسونسيالمون مع بوب مارلي، وبدورو غيديفلوبا منه الداب والدانسال ميوزيك، وغتكون عنده انفلونس حتى على الراب والهيب هوب عن طريق ثقافه الساوند سيستم. ريسبكت.